بسم الله. ولسه مستمرين مع بعض في مشروبات رمضان. هننزل دلوقتي بميه سخنه. ينفع ميه بارده؟ لا. الخروب من المشروبات برضو المهمه والمفيده والمغذيه جدا على الفطار. هنعمل مع بعض الخروب بطريقه سهله جدا جدا وبسيطه. فيديو اقل من دقيقتين ان شاء الله هتعملي احلى خروب في العالم طبيعي مليون المية. يلا بينا. اول حاجه يا جماعه نسمي بسم الله ونسخن كسرولة او حله كده، نسخنها كويس جدا وننزل بكوبايه واحده من السكر. خدي بالك من المقادير لان الخروب احنا عايزينه مركز ونخفه زي ما احنا عايزين. فكوبايه سكر كده تتكرمل معايا. السكر ابتدى يدوب معايا، مش كل الكميه. اول ما يبتدي يدوب معايا كده عندي كوبايه من الخروب زي ما انتم شايفين مكسره، هبتدي انزل بيها بالمنظر اللي انتم شايفينه ده كده. وهنعمل ايه؟ نبتدي نقلب من تحت لفوق بمعلقه خشب طبعا، ومن تحت لفوق ومن فوق لتحت. يا سلام. ونسيب الكلام ده كله كده يتسمغ، والزيوت اللي في الخروب ديت تطلع في السكر بتاعنا ويشربوا من الطعم. الله على الريحه. بمجرد ما حطيت الخروب طلع الريحه بتاعته الجميله. بنسيبه حوالي 5 دقايق ولا 10 دقايق، وبعد كده هننزل عليه بالميه السخنه. كده المرحله اللي احنا عايزينها تمام التمام. هننزل دلوقتي بميه سخنه. ينفع ميه بارده؟ لا. بسم الله. الشيف الحديدي بيحبكم وبيقول لكم على ملاحظات مهمه جدا. خدي بالك من صوابع ايديكي. ايوه زي ما انتم شايفين كده بقى زي الفل معايا. اهم حاجه في خطوه الميه السخنه ديت تاخدي بالك من صوابع ايديكي عشان خاطر بيفور منك. طيب انا بسيبه كده على نار وسط حوالي ربع ساعه لغايه ما طعم الخروب دوت ينزل في الميه السخنه اللي احنا حطيناها مع الكراميل. وبعد كده بنسيبه في التلاجة مش اقل من 24 ساعه على اساس يتعتق معايا، وبعد كده هوريكم هنعمل فيه ايه. عندنا الخروب زي ما انتم شايفين كده، ده اتعتق قعد يوم كامل في التلاجة. لازم يتعتق والطعم كله يطلع في الميه اللي احنا حطيناها مع الكراميل. خدي بالك يعني. بعد كده بتصفى اهو. طريقته سهله جدا وبسيطه، وتشربي شويه خروب طبيعي. الريحه يا جماعه روعه الروعه. حلو الكلام؟ حلو يا حديدي. تعالوا بقى نصب الخروب بتاعنا ونشوف ايه الاخبار. بسم الله. يا دلعك يا حديدي. قلت لي طبعا بقى انت مكعبين تلج او سيبيه يسقع في التلاجة. احلى كوبايه خروب ممكن تشربيها في العالم طبيعي. والخروب دوت ممكن نحط عليه ميه سخنه ونعيد معاه نفس القصه، او يتاكل كده زي ما الشيف الحديدي بياكله. سلام.